ما سبق ليست مشاهد مسربة بكاميرا خفية من إحدى قاعات الشاي الفاخرة. ما يعرض الآن حال بل واقع المجلس الشعبي الوطني في سهرة رمضانية عرض فيها مصير الشعب على البرلمان، مخطط عمل الحكومة. المار بجانب هذا المبنى يتساءل دائما عن حاله من الداخل، عن نعيم يفترض أنه موفر للنواب، لكن عندنا النواب إذا دخلوا برلمانا أفسدوه وجعلوا أنظف زواياه أقذروه. قبل أيام احترق برلمان إيران بنيران داعش، وبالأمس كاد برلمان الجزائر أن يحترق بنيران سجائر نوابه بنيران ناعمة وأخرى صلبة، بعد أن تلوث بقاذوراتهم في مشهد قد لا نراه حتى في دول العالم الثالث. كل شيء يرمى على الأرض رغم تواجد سلة المهملات في كل جانب. مشهد يكشف بأن بعض النواب لا يجهلون فقط الفرق بين القانون العضوي والقانون العادي، لا يجهلون فقط عدد سكان ولاياتهم، بل يجهلون حتى قيمة المؤسسة التي ينشطون بها وقيمة مظهرها. النواب مروا من هنا. هكذا كان الهامش، أما اللب لم يختلف كثيرا. النواب بدأوا في ممارسة هواياتهم باكرا، رغم أن مخطط عمل الحكومة الجديد أسال عرقهم قبل عرق المواطنين. من قلبت السخرية جدية والجدية سخرية، والتقى الجميع في مكان ظلم بتصرفات البعض، شوه الصوت والصور.